على الراديو، راديو دوجما 3.10. مساء الخير والبركة ومساء جديد في 5 لو سمحت. هنتكلم النهاردة عن جملة من 3 كلمات، جملة لها قدرة عجيبة في تغيير حياتك. جملة أنا واثق فيك. يا ترى حد قالها لك قبل كده؟ طب كان تأثيرها إيه عليك؟ تأثير إيجابي ولا تأثير سلبي؟ حاولت تعمل المستحيل علشان تكون قدها وتثبت للي قالها لك إنك فعلا قد ثقته فيك؟ طب كم مرة كنت محتاج تسمعها من اللي حواليك واتخذلت فيهم؟ أنا جاية أقولك النهاردة إن في حد مهم قوي كل يوم بيقولك أنا واثق فيك، وبيك هقدر أعمل كتير مهما كانت نقط ضعفك ومهما كانت إمكانياتك. أنا واثق فيك. الحد ده هو ربنا. ثقة ربنا فينا مش معتمدة أبدا على شطارتنا ولا قوتنا ولا حتى إمكانياتنا. هو بيثق فينا لأننا أولاده، صنعة إيديه. ثقة ربنا فينا لأنه يقدر يحول أكبر نقطة ضعف لقوة. فاكرين موسى لما ربنا قال له هتروح تكلم فرعون وتخرج شعبي من أرض مصر؟ موسى وقتها رفض وقال لربنا أنا ثقيل اللسان، بس ربنا كان مصمم على موسى. رغم كل ضعفات موسى كان واثق فيه. وموسى اللي ثقيل اللسان يبقى كليم الله. وأرميا اللي كان مرفوض من شعبه وكان شايف نفسه ولد صغير ما ينفعش يكون نبي، ربنا برضو قال له أنا واثق فيك. أنا هخدم بيك أنت يا أرميا، وهتكلم على لسانك وهلمس فمك. وأرميا اللي شايف نفسه ولد صغير ده يكتب 4 أصفار من أجمل أصفار العهد القديم. واستمرية اللي كانت تخاف تخرج والناس تقابلها وتعايرها، لكن بعد كلام الرب يسوع معاها اللي كان كله بيأكد لها ان ربنا واثق فيها، واثق انها تتغير وهتبقى احسن. تخرج بعد اللقاء ده تتكلم بمنتهى الجرأة عن الرب يسوع. وغيرهم كتير. الأكيد ان ربنا واثق فيك ومستعد يعمل بيك اكتر جدا مما تتخيل. ما تركزش مع عيوبك ولا ضعفاتك ولا قلة امكانياتك، ركز بس ان انت تكون معاه. وقبل ما اقولك سلام، عايزة افكرك ان الهك كلي القدرة يقدر يعمل بمعدوم القدرة اي شيء. سلام، نتقابل في حلقة جديدة.